نزلوا في ابن عمهم ضرب لحد ما فرجوا عليه الشارع كله، وده كله بسبب خلافات قديمة. فيديو صعب انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، الفيديو اللي خلى ناس كتير تقف مذهولة ومصدومة من المنظر. شاب بيتضرب بالشوم والعصيان قدام بيته وقدام أسرته اللي كانت بتصرخ وبتحاول تستنجد بأي حد، لكن مفيش حد قدر يوقف اللي حصل. القصة بدأت من قرية هادية في مركز سملوت بمحافظة المنيا، لكن الهدوء ده اتقلب في لحظة الجريمة كاملة اتصورت وبقت حديث الناس. الفيديو أظهر شابين نازلين ضرب في واحد قدام بيته، وكل ده وسط دوشة وصريخ لحد ما بقى المشهد صعب قوي يشوفوا أي حد. الأجهزة الأمنية طبعا ما تأخرتش، وبعد انتشار الفيديو بدأت تفحصه وقدرت إنها تقبض على الثلاثة الإخوات اللي ظهروا في الفيديو. الثلاثة وقفوا قدام ابن عمهم شعبان 30 سنة واللي كان ماشي قدام بيتهم، وبدون أي مقدمات هاجموا عليه بالشوم ونزلوا فيه ضرب بطريقة عنيفة قوي. المفاجأة إن التحريات قالت إن اللي حصل كله بسبب خلافات قديمة بين العيلتين. الخلافات دي ما اتحلتش وبقت نار تحت الرماد، ولما شافوا ابن عمهم عدى قدام البيت قامت الخناقة من غير أي تفكير وتحولت لاعتداء مؤذي ومهين في وسط الشارع وقدام أسرته اللي كانت بتصرخ وبتعيط ومش قادرة تعمل حاجة. الضحية شعبان انتقل فورا للمستشفى عشان يتلقى الإسعافات وحالته اتوصفت إنها متوسطة، ومع كده اللي حصل له ساب أثر نفسي أصعب من الضرب نفسه، وخصوصا إنه حصل قدام أسرته. رواد السوشيال ميديا اتفاعلوا بشكل كبير جدا مع الفيديو، وكل الناس كانت مستغربة إزاي الخلافات العائلية في 2025 لسه بتوصل للدرجة دي، وإزاي شباب في سن صغير يعتدوا على قريبهم بالشكل الوحشي ده. وزارة الداخلية من ناحيتها أعلنت إنها قبضت على المتهمين، والنيابة بدأت التحقيق فوراً عشان تعرف تفاصيل أكتر وتعرف لو في حد تاني شارك أو حرض، خصوصاً إن الواقعة متصورة بوضوح والشارع كله كان شاهد. وفي النهاية الواقعة دي مش بس خناقة عائلية، دي رسالة مهمة إن الخلاف لما يفضل سايب ومن غير حل بيكبر وبيتحول لكارثة. والأهم من ده إن القانون موجود، وإن أي حد يمد إيده أو يعتدي على غيره مهما كان قريب ليه فمصيره هيكون معروف.